تاني اختراع معانا محرك السيارة الداخلي أو موتور العربية. اللي اخترعه اسمه كارل بينز. اتولد في ألمانيا سنة 1844. كان مهندس ميكانيكي وكان عنده طموح أو حلم إن في المستقبل يبقى فيه عربية بتتحرك من غير حصان زي ما كان موجود وقتها. وسيلة النقل الأساسية هي العربية اللي بتجرها الأحصنة. فكان عنده حلم إنه يخترع عربية تتحرك بمحرك داخلي يشتغل بالوقود أو البنزين، وتبقى آلة ذاتية الحركة تتحرك لوحدها من غير ما تحتاج حاجة تجرها أو تزقها. وطول سنة 1885 و 1886 اشتغل على أول نموذج للعربية اتسمت بنز باتنت موتور فاجن. كانت زي ما واضح في الصورة ب3 عجلات وقوة 3/4 حصان بس، والسرعة القصوى 16 كيلو متر في الساعة، وكان فيها دراع توجيه بدل عجلة القيادة أو الدريكسيون. وسجل اختراعه رسمي في 29 يناير 1886. بس المشكلة ان محدش اهتم بيه او ما كانوش مقتنعين بالاختراع لسه او مش فاهمينه، لحد ما مراته بيرتا بنز خدت العربية من غير ما تعرف كارل بنز عشان تثبت بتجربة عملية ان الاختراع ده ناجح ويعتمد عليه. ففي يوم 5 أغسطس 1888 سابت رسالة لكارل وخرجت الفجر، ركبت العربية هي وولادها الاتنين ريتشارد ويوجين، وقررت تسوق العربية في رحلة طويلة على طريق من مدينة مانهايم لمدينة بفورتسهايم. المسافة حوالي 106 كيلو متر. في الطريق كان في مشاكل بتقابلها زي عطل البنزين، والأنبوبة اللي بتوصل البنزين للمحرك كانت بتتسد من الشوايب، بس كانت بتتصرف وتحل المشكلة. يعني مثلا في عطل البنزين اشترت من الصيدلية مادة اسمها لجروين مذيب، ده بديل خفيف عن البنزين أيامها، وملت بيه الخزان بدل البنزين. ولما الأنبوبة اتسدت سلكتها ونضفتها بالدبوس اللي في شعرها. ده غير ان في الطريق وهي سايقة العربية دي آلة محدش شافها قبل كده، فالناس كانوا مستغربين ومبهورين بالآلة اللي بتمشي لوحدها، فكانوا متابعينها وبيمشوا وراها. ووصلت بيها لحد بيت والدها في بفورتسهايم بالليل في نفس اليوم. فبكده اتسجلت أول رحلة حقيقية طويلة بسيارة في التاريخ. والرحلة دي عملت ضجة إعلامية وأثبتت إن الاختراع ده بقى وسيلة نقل هتغير العالم. وأسس كارل شركته بنز اون شيا، والناس اهتموا بالعربية وطلبوا يشتروها، فاندمجت شركة بنز مع شركة دايملر